تفتكر أول جريمة قتل في التاريخ حصلت إزاي؟ ومين اللي عملها؟ وليه أخ يرفع إيده على أخوه ويموته؟ القصة دي حصلت من آلاف السنين مع أولاد سيدنا آدم عليه السلام. آدم وحواء كانوا أول ناس ربنا خلقهم، وبعد فترة ربنا رزقهم أولاد وبنات عشان الأرض تعمر، وكان في نظام أي ولد يتجوز أخت أخوه مش أخته اللي اتولدت معاه. يعني الموضوع كان عشان يكون في عدل وما يبقاش في تحيز. وهنا بدأت المشكلة. كان في 2 إخوات، قابيل وهابيل. قابيل كان شغله في الزراعة، يزرع ويحصد، أما هابيل فكان راعي غنم، عنده مواشي بيرعاها. جه وقت الجواز، المفروض قابيل يتجوز أخت هابيل وهابيل يتجوز أخت قابيل، لكن أخت قابيل كانت أجمل. قابيل اتنرفز وقال لا، أنا مش هدي أختي لحد، أنا اللي هتجوزها. آدم حاول يهديه وقال له يا قابيل، دي أوامر من عند ربنا، ولو مش مصدق كل واحد منكم يقدم قربان لربنا، واللي قربانه يتقبل يبقى هو الأحق. هابيل بروح نقية اختار خروف سمين من أحسن ما عنده وقدمه قربان، أما قابيل فجاب شوية زرع تعبان وكأنه بيقدم أي حاجة وخلاص. النتيجة كانت واضحة، ربنا تقبل قربان هابيل لأنه صادق ومخلص، وما قبلش قربان قابيل لأنه بخيل وما كانش جاد. ساعتها قابيل ولع من الغيرة وقال أنا لازم أقتل هابيل. هابيل بكل هدوء رد عليه حتى لو مديت إيدك عشان تقتلني أنا مش هقتلك، أنا بخاف من ربنا ومش عايز أبقى من الظالمين. لكن قابيل غلبه الحقد والحسد، وفي لحظة غضب ارتكب أول جريمة قتل في التاريخ وقتل أخوه، وبعد ما قتله وقف تايف مش عارف يخبي جثته فين. ربنا سبحانه وتعالى بعت غراب قعد يحفر في الأرض لحد ما خبى غراب تاني. قابيل شاف المنظر وقال يا ويلي، أعجزت أكون زي الغراب وأواري جثة أخويا. ومن هنا عرف قابيل والناس كلها يعني إيه دفن الموتى. القصة دي لحد النهاردة بتعلمنا دروس كبيرة، إن الغيرة والحقد ممكن يخلوا الإنسان يعمل أبشع الحاجات، وإن ربنا ما بيقبلش بالمظاهر، هو بيقبل من اللي قلبه صافي ونفسه مخلص. وبكده نكون وصلنا لنهاية القصة. ما تنسوش تعملوا لايك وفولو أو اشتراك عشان يوصلكم كل جديد، وقولوا لي بقى في التعليقات إيه أكتر حاجة عجبتكم، القصة ولا المنتجات اللي شفناها.